السلام عليكم متابعي قناه ناتي بليزير، مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي كاين دارج ضمن سلسله الحوت بلا شوك. وهاد المره هذه معنا سمكه البوقه، هي هذه اللي كتشاهدوا. نقرب لكم الصوره شي شويه باش تبان لكم. هي هذه السمكه ديال البوقه ان شاء الله الرحمن الرحيم. اذا كيف جرت العاده غادي نقليها ان شاء الله الرحمن الرحيم باش نوريكم الشوك فين جا في هذه الحوته هذه. وراه غالبا يعني هذا النوع ديال السمك غالبا كما شفتوا معايا السمكه ديال حمروده مع الشخار، هادو راه كيكون فيهم الشوك في هذا لاكس هذا تقريبا حتى الجهه ديال البوط. وكاين الشوك في هذا الزعنفه الظهريه على طول الظهر ديالها ها هو، وكاين من البوط لتحت في هذه الجهه كما كتشاهدوا. اذا باش ما نطولش عليكم الفيديو غادي نصيب هذه السمكه، غادي نقادها ان شاء الله الرحمن الرحيم. نحيد لها المصارن، غنحيد الحراشيف، وغادي نقليها باش نعرفكم على الموضوع ديال الشوك فين جا فيها. خليكم مع الفيديو ما تغادرونا شيء، وما تنساوش اللي مازال ما دار ابوني ويفعل الجرس باش يتوصل بالجديد ديال القناه. وما تنساوش يدخل لنا لايك لهذا الفيديو هذا. شكرا لكم على المتابعه. اذا هي الحوته ديالنا من بعد ما غسلناها ونقيناها، ها هي كتشاهدوا. دونك راه خليت ليها الراس حيت غير المصارن، كنخليو الراس باش كتكون الحوته صاينه كتبان نقيه وزويونه تبان كتشهي. اذا دابا غادي نقليها ان شاء الله الرحمن الرحيم، ونعاود نرجع لكم باش نقيها قدامكم باش نوريكم المواضيع ديال الشوك فيها. خليكم ما تغادروش الفيديو. بسم الله على بركه الله. ها هي الحوته ديالنا البوقه من بعد ما قليتها. غير نعاود نذكر اللي بغى ياكل الحوت راه احسن ماكله ديال الحوت هي الشوايه اولا الفران. الا ما كانت الشوايه الفران القلي راه ما كنصحش به غير لا دعت الضروره وصافي. على اي نرجعوا للحوته ديالنا. هذه هي البوقه. غنوريكم الشوك كي دار. كي قلت لكم راه كاين الشوك في هذه الزعنفه الظهريه هذه راه باينه، ما يحتاج شيء. نتمنى يكون كيبان لكم. كاين في الزعنفه الظهريه وكاين في هذا اللاكس هذا ديال الظهر، وبطبيعه الحال راه كاين في القفص الصدري ديال الحوته. ها حنا نوريكم شويه بشويه. هذا ها هو الشوك هنا في القفص الصدري. مزيان نزومي شي شويه باش نقرب لكم الصوره. ها هو اذا كاين الشوك هنا في القفص الصدري. ها يعني هاد المعلومات هادو مزيان يعرفوهم الوليدات باش الا غياكلوا الحوت ياكلوا الحوت بلا ما يخافوا منه، وحتى نتوما بلا ما تخلعوا عليهم. اذا كاين هنا في القفص الصدري، وهنا هاد الشوك هذا راه كيتلاقى مع الشوك الاخر هنايا في لاكس. ها هو تشوفوا معايا. اذا هاد الشوك ديال القفص الصدري كيتلاقى مع الشوك الاخر اللي خارج من السلسول. اذا هادشي فيما يخص النص الفوقاني ديال الحوته، يعني من البوط ديالها للفوق كاين الشوك في القفص الصدري، وكاين الشوك اللي خارج من السلسول وكيتلاقى مع هاد الشوك اللي قلت لكم ديال القفص الصدري، وكاين الشوك ديال الزعنفه الظهريه. ها هو كي كتشاهدوا. اما فيما يخص من البوط لتحت هنا راه كاين الشوك غير في هاد الزعنفه البطنيه. ها هو كتشاهدوا معايا هو هذا. وكاين الشوك في هاد الزعنفه الظهريه. اما في هاد لاكس هذا يعني من جهه البوط لجهه القزيبه في هاد لاكس هذا راه ما كاينش اي الشوك. يعني هاد البارتي هذه اللي عند الوليدات الصغار يعطيهم هاد البارتي هذه من هنا لهنا ما يخاف عليها والو، يعني غير ينقي لهم الحوت بحال هكذا. اولا هما نيت راسهم الا تفرجوا في هذا الفيديو هذا غير يهزوا الحوته هكا كيخلوا هذا الشوك ديال الزعنفه الظهريه وهذا الشوك اللي كاين في هذه الزعنفه البطنيه هنا راه ياكلوه ما يخافوا منه حتى شي حاجه.
هذا اون جينيرال الحوت تقريبا كله يعني اللي داير بحال هذا الشكل هذا راه كله الشوك فيه في نفس الموضع، ولكن كنحب يعني نوريكم الانواع ديال الحوت، وفي نفس الوقت راه كتكتشفوا موضع الشوك فين كاين في كل حوته، ولو انهم الاغلبيه ديالهم كيتشابهوا، من غير بطبيعه الحال هذاك الحوت اللي كنقولوا بحال الصنور، بحال الصمطه، بحال المرينه، هذيك حاله اخرى. ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي نطرقوا لها في فيديو مقبل ان شاء الله الرحمن الرحيم. فما تبخلوش علينا بلي لايك، واللي مازال ما دار ابوني ابونا باش يتوصل بالجديد ديال القناه والجديد ديال هذه سلسله الحوت بلا شوك. الى تفرجتوا حتى لهنا كنشكركم على المتابعه ديالكم، ما تنساوش تخليو لنا لايك، واللي مازال ما دار ابوني ابونا في القناه. سمحوا لي كنذكركم بها بزاف ديال المرات. كنشكركم على المتابعه، تنتلاقوا في فيديو جاي ان شاء الله الرحمن الرحيم. تهلاو في راسكم، شكرا لكم.